السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في شهر مارس سنة 1975 حصلت جريمة من ابشع الجرائم اللي حصلت في التاريخ. 11 شخص من عيلة واحدة من ضمنهم اطفال ماتوا تحت سقف واحد، والدافع كان الغيرة، مذبحة بمعنى الكلمة. انا يحيى، وقبل ما نبتدي اشترك معايا في القناة ويلا بينا. في مدينة هاملتون في ولاية أوهايو كان في شخص اسمه لينارد روبرت متجوز من واحدة اسمها شاريتي، وكانت حياتهم هادية زي أي عيلة عادية، وكان عندهم ولدين، لينارد الابن وجيمس. لينارد الأب كان أب قاسي جدا وعنيف مع أولاده، لكن كان جيمس بالأخص دايما حياته صعبة مع ليلى. جيمس كانت حياته من وجهة نظره جحيم، حتى والدته كانت بتقوله إن كان نفسها تجيب بنت بداله. وزي ما هو متوقع إن جيمس نشأ من غير حنان الوالدين، ده أثر بالسلب على ثقته في نفسه وبقى منعزل مع حاله. ده غير إن جيمس كان عنده حساسية من الريش، ومع ذلك أبوه كان بيربي فراخ حوالين البيت وما كانش فارق معاه إن جيمس ممكن يحصل له حاجة. وفي سنة 1946 لينارد الأب مرض بالسل، عافانا وعافاكم الله، وتوفى وساب العيلة من غير ما حد يبقى عاقل للأسرة. وكان جيمس وقتها عنده 12 سنة، لكن معاناة جيمس ما انتهتش هنا. بعد وفاة الأب تولى الأخ الكبير لينارد الابن دور رب الأسرة، لكن ما كانش أخ كويس، لكن استغل سلطته كمعيل للأسرة انه يتعامل مع جيمس باحتقار طول الفترة اللي كبروا فيها، لدرجة ان جيمس حاول انه ينتحر لما كان عنده 16 سنة عن طريق انه يشنق نفسه بملايات السرير، لكنه فشل في المحاولة دي. واللي زود الطين بلة في حياة جيمس ان لينارد اخوه اتجوز البنت اللي جيمس كان بيحبها، وده زود مشاعر الحقد والغيرة اكتر جوه جيمس. ولما كبروا كان التناقض بين الاخين كان واضح جدا، وكل يوم كان بيعدي في حياة جيمس بيبقى اسوأ من اليوم اللي قبله. لكن كان في فرق كبير بين الاتنين، بعيدا ان لينارد الابن شخص قذر وكان بيتعامل بطريقه حقيره مع اخوه، لكن في حياته المهنيه كان شخص ناجح، كان معاه شهاده في الهندسه الكهربائيه، شغال في وظيفه كويسه، متجوز وعنده 8 اولاد وعايش في بيت كبير. يعني كان بيمثل صوره النجاح من وجهه نظر الاسره. وعلى النقيض الاخر جيمس ما كانش كويس في التعليم، وده يرجع لعدم ثقته في نفسه وتجاهل والدته لوجوده، وساب الكليه بعد سنتين واشتغل فتره كرسام هندسي، لكنه ما عرفش يكمل في الشغل، وحاول ان هو يشتغل في سوق الاسهم وكان بيخسر فلوس. ده غير انه كان مديون لامه واخوه وما عرفش يسدد الفلوس دي، وبقى عاطل عن الشغل لحد ما وصل 41 سنه ولسه عايش في بيت والدته واعزب تماما، مدمن على الكحول. يعني شخص فاشل في حياته، ما قدرش يعمل اي حاجه ليها قيمه، لدرجه ان والدته شاريتي كانت بتهدده دايما انها تطرده من البيت بسبب فشله وعدم احتفاظه بوظيفه وانه مدمن خمور. بمعنى اخر ان لينارد الابن كان الصوره الناجحه في العيله، وجيمس هو الولد اللي ملوش لازمه وما يستحقش ان هو يعيش معاهم. وبمرور الوقت الحقد والغيرة زادوا جدا في جيمس لحد ما وصلنا في فبراير 1975 قبل عيد الفصح بشهر. كانت حالة جيمس النفسية بتتدهور بشكل ملحوظ. بالرغم من كده كانت تصرفاته غريبة ومشبوهة، بحكم ان في قانون في امريكا بيسمح للمدنيين انهم يشيلوا سلاح. كان بيروح لمحل الاسلحة وبيشتري ذخيرة، وكان بيستفسر عن كاتم صوت لمسدساته، لكن ما اشتراش كاتم صوت. وفي يوم السبت 29 مارس سنة 75 كان قاعد في البار كعادته، وكان بيتكلم مع الويتر عن حياته وقد ايه هو عنده مشاكل، ووالدته بتهدده انها تطرده من البيت وانه محتاج يحل المشكله دي في اقرب وقت. ومشي من البار على الساعه 11، لكن رجع بعديها، ولما الويتر سالته اذا كان حل المشكله ولا لا، قال لها لا لسه، وقعد في البار لحد ما قفل الساعه 2:30 الفجر. وتاني يوم الحد 30 مارس في عيد الفصح وصل لينارد الابن ومراته وولاده في البيت العيله، وفي نفس التوقيت جيمس كان نايم في الدور اللي فوق، وصحي الساعه 4 العصر مش عارف يفوق من اثار الشرب. لكن جيمس حاول ان هو يفوق نفسه، وبالفعل فاق ونزل تحت. وهنا اخوه سأله سؤال يمكن يبقى عادي: هي عربيتك الفولكس فاجن اخبارها ايه؟ جيمس اعتبر السؤال اهانة واستخفاف من اخوه، ومن غير ما يفتح بقه باي كلمة طلع لفوق تاني بكل هدوء. دقايق وجيمس نزل معاه 4 اسلحة، بندقية و3 انواع من المسدسات، ودخل المطبخ اللي كان فيه شاريتي والدته، وكانت بتحضر الاكل بشكل طبيعي، وكان معاها في المطبخ لينارد الابن ومراته ألما و3 أطفال. وبدم بارد بدون أي مقدمات رفع سلاح من أسلحته على راس أخوه لينارد وضربه بالنار وقتله على طول، وضرب نار على مراته ألما. ولما والدته حاولت تنقض عليه ضرب نار عليها 3 مرات في راسها. وما اكتفاش بكده، قتل كمان الأطفال اللي موجودين في المطبخ.
كان ديفيد 11 سنة، تريزا 9 سنين، كارول 13 سنة. وبعدها راح أوضة المعيشة لباقي الأولاد وقتلهم واحد ورا التاني. آن اللي عندها 12 سنة، لينارد التالت اللي عنده 17 سنة، مايكل 16 سنة، توماس 15 سنة، وأصغر الأولاد جون اللي كان عنده 4 سنين. مذبحة بمعنى الكلمة، غيرة عمياء قتلت الإنسانية جواه. جيمس كان دقيق جدا في طلقاته لدرجة انه اصاب 40 طلقة مميتة من اصل 44 طلقة. والابشع من كده انه كان بيرجع يضرب نار تاني على رؤوس الاولاد عشان يضمن موتهم. الوضع بقى زي المجزرة لدرجة ان الدم اتسرب من الاوضة للبدروم تحت، وفي خلال 5 دقايق بس 11 فرد من عيلته جثث ما بتتحركش. الجيران ما سمعتش صوت ضرب النار لانه اختار التوقيت اللي ضرب فيه مع تزامن دقات اجراس الكنيسة، وبعدها قعد على الكنبة جنب الجثث لفترة طويلة وفكر انه ينتحر، لكن قال ان دي خطيئة مميتة. ده على اساس انه محاولش ينتحر قبل كده، ولا ان يقتل عيلته مش خطيئة ولا حاجة. الساعة جت 9:30 وجيمس قرر انه يتصل بالشرطة وقال بكل بساطة حصل ضرب نار وكان مستنيهم على الباب. ولما الشرطة وصلت ما كانوش متوقعين اللي هيقابلوه جوه، لانهم قابلوا راجل بجسم ضعيف نسبيا، نظارات عدساتها تخينة. لكن لما دخلوا البيت مجزرة، والشرطة وصفته بانه كان هادي جدا وعنده لا مبالاة لما حطوا في ايده الكلبشات. دافع جيمس كان واضح جدا، هو الغيرة والحقد من نجاح أخوه. لينارد كان بيمتلك كل اللي اتحرم منه جيمس، وظيفة كويسة، زوجة، أسرة كبيرة، والأهم من ده كله احترام الأم. حياة لينارد كانت الكابوس الدائم لجيمس، وكانت إهانات لينارد أول اللي اعتبره جيمس إهانات على مدار السنين كان بيغذي الحقد ده غير إن جيمس كان عايش تحت تهديد والدته الدائم إنها تطرده من البيت، وكان مديون ليها، وكمان مديون لأخوه، خاصة بعد خسارته للفلوس في سوق الأسهم. والادعاء هنا قال إن الدافع للقتل كان الفلوس اللي كان مديون بيها عشان ياخد ميراث العيلة اللي تقدر بحوالي 300 ألف دولار، اللي كان وقتها مبلغ كبير جدا. لكن الدفاع هنا كان بيتتبع استراتيجية إنه شخص مجنون، ووصفوا الدكاترة النفسيين بإنه مصاب بالذهان المصحوب بالبارانويا، وإنه كان بيعتقد إن أخوه هو سبب المشاكل وسبب إصابته بالجنون. وفي المحكمة النهائية سنة 1982 هيئة المحلفين قالت إنه مذنب بقتل أمه وأخوه، مما يدل إنه كان في اللحظة دي كان واعي ومدرك هو بيعمل إيه. لكنهم قالوا إنه غير مذنب لما قتل مرات أخوه والثمان أولاد بحكم إنه اتصاب بالجنون، معتبرين إنه بعد أول جريمتين فقد السيطرة على عقله تماما. وبالحكم ده جيمس روبرت اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون الإفراج المشروط. وفي 4 يونيو 2022 اتوفى جيمس عن عمر 88 سنة، وفضلت قضيته علامة سودة في تاريخ أوهايو وذكرى مأساوية، لأن إزاي ممكن لمشاعر الغيرة والحقد المكبوتة لسنين إنها تتفجر بالشكل الدموي ده. ودي كانت قضية جيمس روبرت، قضية من أصعب القضايا اللي بحثت فيها، وما توقعتش إن مجزرة بالشكل ده ممكن تحصل بدافع الحقد، لكن حصلت. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد بتاعك، وتشترك معايا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو وصلت لحد هنا فشكرا جدا ليك لأنك اتفرجت للآخر.